السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين عشيق الدراجات النارية. يعني اليوم غادي نوريكم كيفاش انك دوز امتحان السياقة لين رخصة السياقة من صنف A1 و A. بعد ما كتنجح من الكود يعني كتجي كدوز امتحان تاع السياقة. يعني هذا الخط هذا ما خصكش انك تفوتو، ما خصش الرواد يخرجوا من هذا الخط هذا، وحتى الخط الاخر ما خصش الرواد يخرجوا من داك الخط. يعني كتخرج من داك الخط كيعطوك كان جور. يعني باش انك تفادى ديك كان جور يعني غادي تشوف هذا الفيديو هذا، غادي نوريك كيفاش الطريقه انك دوز الامتحان. وبالنسبه لهاد الخطوط هادو خصكم ما تقيسوهمش، يعني خصك تدريبلي في هذا الخط. المهم تابع معنا الفيديو غادي تفهم كلشي، ونتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. ويعني اول حاجه في الامتحان انك تلبس الخوذه تاعك او الكاسك. وبالنسبه للموتور يعني الدراجه الناريه كتكون فيتاس وكتكون امبرياج، يعني اوتوماتيك ممنوع، يعني امبرياج باش كدوز الامتحان. وبالنسبه كتمشي بروميان يعني بحال الامتحان تاع الطوموبيل. يعني بالنسبه لرخصه السياقه البداء كتكون من هنا كدريبلي، يعني دوك الخطوط البيضين ما خصك انك تقيسهم، يعني كدريبلي بحال هكا وما خصش الرويد يقيسوا دوك الخطوط البيضين. يعني ممنوع انك تحط رجليك، يعني الا حطيتي رجليك انك ساقط يعني كتمشي 15 يوم. بالنسبه باش تدور وتحط رجليك يعني ما خصكش تحط رجليك، يعني ممنوع. وبالنسبه لهاد الشريط هذا يعني ما خصكش تفوتو، يعني هاد الشريط هذا ما خصكش تخرج عليه، يعني الا خرجت عليه يعني انك ساقط. وبالنسبه الى سكت لك الموتور حتى هو راك ساقط. ودابا نوريكم الفيديو تاعي ملي باغي ندوز الامتحان، يعني امتحان لين رخصة السياقة من صنف A. يعني هذا هو الامتحان، يعني سهل. ونتمنوا للجميع التوفيق. يعني ولأول مرة كيدخل القناة مثلا واشترك، يتابونا ويتقع الجرس باش كل جديد. عاشق الدراجات النارية كل ما يتعلق بالدراجات النارية بالمغرب.